100 فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. رحلة يومية صادمة ومخيفة بيتشاف فيها ناس مش زي الناس الطبيعية، ناس شكلها فستك. تبص تلاقي واحد من غير ودان، فجأة تشوف واحد عنده لسانين وساعات 4، تمشي شوية تلاقي واحد وشه كله عبارة عن بق، وقاعد مع واحد عنده بقين ومن غير ودان ولا عينين. في الأول كنت فاكر إني اتجننت أو دخلت في مرحلة الهلوسة، ولكن مع تكرار الرحلة كل يوم واللي بتاخد مني بس 30 ثانية عشان أكون وصلت، وهي وقت ما بنزل من البيت للشارع وأتعامل مع الناس والمجتمع، عرفت إني ما اتجننتش، ولكن الناس هي اللي عايشة عكس ما خلقها ربنا. ربنا خلقنا ب2 ودان ولسان واحد. ليه؟ ومناخير واحدة عشان كان عارف إن احنا هنعيش في وسط الزبالة فيرحمنا شوية من ريحتها. ليه 2 ودان ولسان واحد؟ عشان نسمع أكتر ما نتكلم، لكن احنا للأسف بنتكلم أكتر ما بنسمع بكتير، وساعات ما بنسمعش أصلا، ونرفض استقبال أي كلام أو معلومة أو رأي من حد تاني، وكأننا قاعدين لوحدنا واللي قدامنا ده سراب. خلاص، يبقى إيه لازمة الناس والمجتمع اللي حوالينا؟ كل واحد كأنه عايش في جزيرة لوحده وبيكلم نفسه، أو تلاقي كل اللي قاعدين بيتكلموا في نفس الوقت وكأنك شغلت جهاز تشويش، والهدف إنه كله يشوش على بعضه. إيه ده؟ معقولة؟ طبعا انسى إن الناس دي تكون عارفة أو مقتنعة بقصة الحكيم اللي سألوه أنت ليه بتبخل على الناس بكلامك؟ قال لهم أنا مش ببخل على الناس بكلامي، ولكن ربنا خلقنا ب2 ودان ولسان واحد عشان نسمع أكتر ما نتكلم، ولا إن نكون مستمعا جيدا لتكن متحدثا لبقا، ولا خير الكلام ما قل ودل، ولا الكلام ده. والمثل اللي بيقول الفم المطبق لا يدخله الذباب، حتى لو كانت الزبالة محوطاك من كل باب. انتوا عارفين يا جماعة الطبيعي متوسط عدد الكلمات في اليوم للرجل 7000 كلمة، والست 20,000 كلمة، 3 أضعاف. بس دي إحصائية عالمية. الناس تقعد وتخش في حوار، تقعد تتكلم وما تسمعش أي حاجة. طب إزاي هنتطور؟ عشان نتغير ونتطور لازم نسمع ونستقبل كلام ومعلومات وتجارب، فيبدأ تفكيرنا يتغير مع الوقت، وشخصيتنا تتطور ونتغير للأفضل. عارفين يا جماعة السم والبكم ليه مش بيتكلموا؟ لأنهم اتولدوا بعيب خلقي في الأذن، مش في الحنجرة ولا الأحبال الصوتية، فعمرهم ما سمعوا الكلام بيتقال ازاي ولا الحروف بتتنطق ازاي، عشان كده ما بيعرفوش يتكلموا. شوفوا أهمية السمع ايه. نرجع تاني للحوار. احنا في الحوارات كل واحد عايز يفرض رأيه، وان رأيه هو الصح واي رأي تاني غلط وغير مقبول. على فكرة احنا فاهمين معنى الحوار غلط. الحوار هو اني انا وانت مثلا نقعد ونتكلم في موضوع، وكل واحد فينا رأيه مختلف عن التاني في الموضوع ده، ونتكلم ونتناقش ونسمع بعض ونتبادل الآراء والأفكار، وعادي جدا ممكن نخرج من الحوار وكل واحد فينا يفضل على رأيه، ولكن كل واحد استفاد من الحوار وسمع رأيه ومعلومات مختلفة وجديدة، وكده يبقى الواحد استفاد. مش لازم أغير رأيك أو أنت تغير رأيي. هو ده مفهوم الحوار، مش فرض رأي. الإنسان الناجح هو اللي يقفل بقه قبل ما الناس تقفل ودنها. ده في الحوارات. المصيبة التانية كمان في الناس اللي بتقعد تتكلم في كلام ملوش أي لازمة ومجرد تضييع للوقت، والناس اللي تقعد تتكلم وتسأل نفس السؤال، قال ايه؟ طب قال اي حاجة تانية؟ طب ما قالش اي حاجة تانية؟ اكيد. ركز كده وافتكر، يعني مفيش اي حاجة تانية اتقالت؟ متأكد؟ 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 ايه القدرة الغريبة دي على تضييع الوقت؟ في معلومة حلوة جدا بتتدرس في كتب التنمية البشرية، وهي الصمت يزيد المرأة جاذبية، وبكثرة الصمت تكون الهيبة للرجل. ايه السبب ان بقينا كده؟ هل الفراغ اللي الناس بقت فيه وسوء تنظيم الوقت؟ سوء تنظيم الوقت للأسف ما بقاش فيه حاجة في حياتنا أصلا عشان نقسم الوقت عليها. لو الناس في حياتها اهتمامات أساسية زي الشغل والهوايات والعيلة والرياضة والأصحاب وأكيد العبادة، وعرفت ازاي تقسم الوقت بين كل ده بطريقة الأهم ثم المهم،
ما كانش بقى ده حالنا. ولكن للأسف الفراغ يعمل أكتر من كده. الفراغ قاتل. ولا السبب التربية الغلط؟ احنا فعلا ما تربناش على أهمية الوقت وقيمته، ولا على القراية مثلا. وللأسف الأجيال الجديدة بتتربى كده، ويمكن أسوأ، تربية فيستك. ازاي بقى ممكن نتغير؟ القراية مثلا. تخيلوا لما أقول إننا نعالج الرغي كتير وقلة السمع بالقراية. طماع أنا قوي وخيالي، صح؟ بمناسبة القراية يا جماعة، انتوا عارفين متوسط القراية للمصري 6 دقايق في السنة. متوسط القراية للفرد في الدول الغربية 200 ساعة في السنة. يا جماعة كل 30 مصري بيقرأ كتاب واحد في السنة، والبريطاني بيقرأ 7 كتب في السنة. يعني كل بريطاني واحد بيساوي 210 مصري في القراية والثقافة. ايه ده؟ معقولة الفرق؟ وكمان في السجون البرازيلية والإنجليزية بيخففوا الأحكام على المساجين لما بيقروا أي كتاب. شايفين نظرتهم للقراية واهتمامهم بيها، وإزاي بيحاولوا ينموا الإنسان ويطوروه؟ عرفتوا بقى احنا ليه محشورين في عنق الزجاجة وقاعدين جواها بنرغي لوك 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 ومش بنطلع منها؟ لأن الشعوب التي لا تقرأ لا تتقدم. اللي راسياني انجفان غلاني. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. احنا مرضناه. ما تعرفيش ليه؟ هنطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده احسن. يعني يقولوا لنا اطلعوا نطلع، اقعدوا ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجة، جابوا الفلة وقفلوا عليه. القراية هتخلينا نتعلم ازاي نسمع اكتر، لانها هتعرفنا وتعلمنا قيمة المعلومات، واننا نستقبل ونسمع مش بس نتكلم ونرسل. وحب المعرفة عندنا هيزيد، اللي منعدم تقريبا. ونربي ولادنا على القراية، مش بس على البلاي ستيشن والألعاب والتليفونات وبس، اللي مخهم اتلحس منها خلاص وبقى فيستك. اللعب مهم بس ما يكونش كل حاجة. نفسي أشوف عيل ماسك كتاب. ونربيهم كمان على إننا نسمع ليهم عشان يفهموا ويقدروا قيمة السمع. انتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ اكتبوا رأيكم وقولوا ازاي ممكن نتغير ونكون شعب بيسمع اكتر ما بيتكلم، وازاي نفهم ان الصمت لغة العظماء، وان القراية غذاء للروح والعقل والجسم والمجتمع، عشان نتكلم مع بعض ونستفيد من بعض. والهدف ان المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do